بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. استكمالا لما سميناه الأمور الضرورية التي ينبغي على كل مسلم ومسلمة وشاب وشابة أن يعرفها عن دينه. السؤال الأول: هل الإمام البخاري رضي الله عنه وأرضاه هو أول من جمع السنة النبوية بعد وفاة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يقرب من 240 سنة؟ دي شبهة. إذن كلام بتاع الإمام البخاري عن جمع الحديث متأخر. إذن ما هي مصداقية هذا الكلام؟ إذن كيف يكتب بعد وفاة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كل العدد الكبير من الأحاديث؟ وإليكم نقول: هل لم يكتب الأحاديث في زمن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهل لم توجد صحائف لصحابة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الإجابة: نعم، وجدت صحائف لصحابة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانت هناك صحيفة لسيدنا عبد الله بن عمر، كانت هناك صحيفة لبعض كتاب الوحي مثل سيدنا عبد الله بن مسعود الذين كتبوا أحاديث، كانت هناك صحيفة لسيدنا أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه في زمن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، وبعد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ظل استشهاد الصحابة بأحاديث سيدنا رسول الله. وهنا واحد يقول: إزاي وهي في الغالب الأعم ما كانتش مكتوبة؟ وأنا عايز أخد حضراتكم في مسألة إن هي ما كانتش مكتوبة، إن إحنا نتكلم مع بعض في أمور إحنا بنشوفها بعيننا. هل إحنا ما بنشوفش بعض الطلبة في الأزهر الشريف أو في المدارس المختلفة وهم طلبة من أصحاب البصائر الذين لا يبصرون بأعينهم، ولكن طبعا يعني قلوبهم عمرة بالإبصار وبالبصيرة؟ هؤلاء الطلاب تجده في سن مبكر جدا حافظ للقرآن الكريم كاملا في سن 6 سنين. حضرتك تسأله عن الآية يقول لك الآية موجودة فين؟ في السورة الفلانية، في الرقم الفلاني، في الصفحة اليمين أو الصفحة اليسار، في أي مكان موجود في المصحف. ويحفظ معاها العديد من المتون، ألفية ابن مالك 1000 بيت، ويحفظ معاها في النحو والصرف ألفية ابن مالك، ويحفظ كمان في التجويد الشاطبية 1000 بيت. هذا الكلام نراه بأعيننا، بنشوفه بعيننا. أنا مثلا على سبيل المثال لي صديق من أحد قراء القرآن الكريم الكبار، وهو يعني بلغ من العمر، ربنا يديله الصحة وطولة العمر، هو كل يوم بيراجع 5 أحاديث غيبا من أحاديث سيدنا رسول الله. يعني كل أسبوع بيختم القرآن الكريم. هذا الذي نتحدث عنه مش وقت وزمن الصحابة، هذا الكلام احنا شفناه بعيننا موجود في الزمن اللي احنا موجودين فيه. إذن هل صحابة سيدنا رسول الله كانوا حافظين القرآن الكريم كاملا؟ الإجابة: نعم. هل صحابة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا حافظين العشرات والمئات والألوف من أحاديث رسول الله؟ الإجابة: نعم، لأن الواقع يقول ذلك بالنسبة للطالب اللي هو لا يبصر، اللي موجود، اللي احنا بنشوفه بعيننا، ولبعض الشيوخ فده موجود. طيب، بعد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد زمن الصحابة يجي زمن التابعين. أولم يكن للإمام مالك رضي الله عنه وأرضاه موطأ الإمام مالك؟ أولم يكن للإمام الكسائي رضي الله عنه وأرضاه الموجود في سنة قرابة سنة 115، أولم يكن له مسند في الحديث؟ أولم يكن للإمام أبو حنيفة رضي الله عنه وأرضاه مسند في الحديث؟ الإجابة: كان لهم مسند في الأحاديث. بعد ذلك في القرن الثاني الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه، الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه وأرضاه كان له مسند في الحديث. الإمام البخاري رضي الله عنه وأرضاه لما أتى في القرن الثالث أتى على صناعة موجودة وعلى أحاديث موجودة. ماذا فعل الإمام البخاري رضي الله عنه وأرضاه؟ قام بالتصنيف، قام فرز الأحاديث، عمل سلاسل للرواة، خرج الأحاديث الصحيح منها والضعيف. وليس حقيقيا أن الرجل عليه رحمة الله روى 60,000 و50,000 وكل هذه الأرقام، هذا الكلام غير صحيح.
لم يحدث.